لا وعندهم الترانيم بقى، هم بيحبوا الحاجات دي قوي. بص بيقول لك ايه، ربك شفتيه وكمان شلتيه ربك، ويرجعوا يقول لك انت ليه بتكفر المسيحي يا اخي؟ اقسم بالله لو في كلمه بعد الكفر ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ربك شفتيه وكمان شلتيه ربك، شلتيه وشرب لبنك ورضعتيه. الرب يسوع ازاي حاوتيه؟ ده سر خفي مين احتار فيه بجد. ربك شفتي وكمان شلتي وشرب لبنك ويا رضعتي. الرب يسوع ازاي حاوتي؟ ده سر خفي بنحتار فيه بجد. قال وتيجي تقول ايه، اصل احنا لا يروق لهم الايمان. شوفوا كلامهم. كتاب قدامكم بقى، اللي عايز يصور الكتاب بتاع، معلش اصلا كانت احدى النقاط التي دعا اليها نسطور بالتحديد في مساله شرعيه الحديث عن مريم بان ايه، عن مريم بانها ارضعت ايه، مريم ارضعت ايه. خسئتم والله بئس، اقسم ما فيك ايه، انا ما رايت ايمان يسيء لله زي ايمانكم. وتيجي تقول قال ايه، لا يروق لهم. لا يروق ايه؟ ارضعت الله، مريم ارضعت الله. بجد ايه ده؟ هو انتوا ناس عاقله يا جدعان؟ هل انتوا ناس عاقله؟ هل انتوا شايفين ده طبيعي ده؟ طب انتوا ازاي لعبوا في كيمياء دماغكم وخلوكوا بالصوره دي؟ ازاي لعبوا في كيمياء دماغكم وخلوكوا بقيتوا بالصوره دي؟ ازاي ده ايمان يروق لحد عاقل ده؟ يعني تخيل انت رحت لواحد قلت له بص شايف الست اللي هناك دي، الست بنت ست مين دي؟ كانت طفله المفروض يعني على كلامكم، مش انتوا بتقولوا 9 سنين، انتوا 13 طفله برضه. شايف البنوته اللطيفه اللي عندها 12 سنه دي؟ ده الله اللي على ايديها بترضعه. ازاي بس؟ لا ويجوا بتتكلموا عن الاسلام. انا يعني انا بسال السؤال والله بتكلم بجد. هو الشيطان ممكن يسيء لله اكتر من كده ازاي؟ يعني الشيطان هيعمل ايه اكتر من كده؟ انتوا بصراحه كفيتوا ووفيتوا، يعني انتوا عملتوا وزياده، والله انتوا عملتوا وزياده.